بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهاردة جايب لكم عملة 100 جنيه. طبعا الإصدار بتاعها نون 587. طبعا يوم 24/10/2022. طبعا لما أتذكر التاريخ دوت سنة 22 في شهر 10 قدم استقالته السيد محافظ البنك المركزي طارق حسن عامر، طبعا اللي هو طبعا كان بيمضي على هذه العملات الورقية طبعا لأنه محافظ البنك المركزي. طبعا بعد منه جه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله زي ما انتم حضراتكم شايفين، أو حسن عبد الله، ودي امضة حسن عبد الله 100 جنيه. طبعا دي يعني أول مرة تيجي معايا ودورت عليها وجبتها، لكن طبعا نون 587. معرفش إذا كانت أول حاجة هي نون 587 ولا 580، لسه ما تأكدناش من المعلومة دي. طبعا العملة دي طبعا أول إمضاء لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله بعد محافظ البنك المركزي طارق حسن عامر بعد استقالته سنة 22 تقريبا في شهر 10، وحسن عبد الله طبعا مسك محافظ بنك مركزي. طبعا العملة دي يا جماعة طبعا احنا هنحتفظ بيها لأن ديت أول توقيع لحسن عبد الله محافظ البنك المركزي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا العملة من الجهة الأخرى طبعا مفيش أي تغيير في العملة. بالنسبة للوجه هو العملة القديمة اللي ماضي عليها طارق حسن عامر المحافظ القديم، وطبعا نفس المسجد اللي هو مسجد السلطان حسن، ونفس كل حاجة اهي زي ما حضراتكم شايفين. ونوريكم برضو الظهر العملة. ظهر العملة يا جماعة برضو نفس الحكاية، هو العملة القديمة مفيش أي تغيير فيها. متنسولاش طبعا باللايك للفيديو عشان يوصل لمتابعين القناة إن شاء الله، وطبعا فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالكل عشان يصلكم كل جديد. ونشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا التوقيع ده يا جماعة حسن عبد الله أول توقيع ليه بالنسبة للفئة 100 جنيه. لو لقينا طبعا أي ورقة تانية 50 جنيه أو 10 جنيه أو 20 جنيه إن شاء الله نصور لكم بعد كده هذه التوقعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.